السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم حبيت أشوفكم طريقتي بالتمن والماش، وإن شاء الله يا رب تعجبكم هاي الطريقة. مثل ما تعرفون الأجواء باردة ونحب هاي الأشياء إحنا بالشتاء، مثل التمن والماش والشوربات واللبلبي والباقلة والسوائل الدافية. فاليوم حبيت أشوفكم طريقتي بالتمن والماش، وإن شاء الله يا رب تعجبكم هاي الطريقة. بس أتمنى منكم اللايك والاشتراك القناة وتفعيل الجرس حبايبي. هسه راح أبدي وياكم خطوة خطوة، وإن شاء الله يا ربي تعجبكم هاي الطريقة مالتي. هسه هنا أني طبعا محضرة نص كيلو ماش، غاسلته كل زين من التراب والرمل، ضروري نغسله كل زين. شوفوا حبايبي شلونه، هاي حباية الماش وحسب نوعية الماش اللي عندكم، أكو ماش بسرعة يستوي، أكو ماش شوية يتأخر. هسه راح أخليه على النار طبعا. شوفوا حبايبي خليته بالجدر وضفت عليه مي حار، وهسه خليته على الطباخ وحسب النوعية قلت لكم مال الماش. أني أخذ من عندي هذا الماش، أخذ من عندي نص ساعة تقريبا. هاي شوفوا حبايبي بعد ما استوى الماش عندي، هسه راح أضيف التمن كوب ونص، طبعا غاسلته للتمن كل الزين. هاي حبايبي شوفوا ضفته على الماش. طبعا هاي أني تلمست الماش بإيدي شفته مستوي، ضفت التمن عليه. وهسه راح أضيف طبعا الملح همين. شوفوا حبايبي قلبته كل الزين التمن والماش، وهسه راح أضيف الملح همين. ها حبايبي شوفوا احنا لازم نتلمس الماش، نتلمسه زين نشوفه مستوي، نضيف التمن عليه. وهاي حبايبي ضفت الملح همين. شوفوا شلون، والملح حسب الكمية مالتكم مال الجدر. هاي حبايبي شوفوا قام يغلي كل الزين. هسه راح أصفيه طبعا، أشوفكم بقية العمل. شوف حبايبي هنا صعدت التمناية لي فوق والماش يعني استوى عندنا. شوف حبايبي ما شاء الله، شوفوا شلون كثر. هسه حبايبي راح أصفيه طبعا وأشوفكم خطوة خطوة. وهنا بعد ما صفيته طبعا راح أضيف الزيت، وراح أضيف بصل طبعا ثار حبة وحدة، ثارمته ناعم. هسه راح أضيفه ويا الزيت وأحمسه كل الزين، لأنه تمن والماش يحب البصل، ينطيه طعم كلش طيب. شوف حبايبي ضفت الزيت، هسه راح أضيف البصل. هاي حبايبي بعد ما البصل تغير لونه، هسه راح أضيف التمن والماش وأهدره، أبقيه على نار هادئة إلى أن يستوي. شوف حبايبي شلون ضفته ويا الدهن والبصل. شوف حبايبي هسه راح أقلبه زين وأخليه على نار هادئة إلى أن يهدر عندنا التمن. شوف حبايبي وهنا أنا حبايبي طبعا كمل التمن عندنا. وهاي حبايبي شوفوا، وألف عافية حبايبي، شكرا للمتابعة.